بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو اول مرة بتشوفوا القناة عندي اتمنى طبعا نشترك، واتمنى كمان حطوا لي لايك على الفيديو علشان ان شاء الله اول ما انزل الفيديو يبدأ يوصل لحضراتكم. فتعالوا كده ان شاء الله فيديو النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الفراخ البيضاء، وكمان في الوقت ده هنبدأ نشتغل معاهم بايه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين طبعا الجو متقلب، شويه برد شويه بالنهار مثلا ممكن ما يكونش برد قوي. فهقول لكم برضو ازاي نظبط كل حاجه. طيب لو الفرخ دخل معانا بقى في دور برد شديد، هقول لكم برضو من تجربتي انا كنت بعمل ايه. فتابعوني، بس الاول حطوا لي لايك كده وتعالوا كملوا معايا الفيديو. ده كده زي ما انتوا شايفين طبعا احنا بنهتم بكل حاجه في فصل الشتاء. بنحاول طبعا على قد ما نقدر الفرشة تكون نظيفة، المكان يكون كويس. طبعا الفرخ البلدي تربيته مختلفة خالص عن الفراخ البيضاء. الفرخ البلدي طبعا لو انا مربيه طبعا فوق سطح في اوضه مفيش مشكله خالص، ببدا الصبح كده افتح واحده واحده، وطبعا ما بفتحش بدري برضو على الفراخ البلدي. وعايزه اقول لكم على حاجه، الناس اللي بتقول الفراخ البلدي مريحه في فصل الشتاء مش بتبيض الكلام ده كله. اهتمي بس ان الفرشه تحتيهم تكون دايما ناشفه، ما يكونش فيه بقى مطر دخل في الاوضه وبهدل لك الدنيا. اهتمي دايما ان انت برضو تكوني مظبطه درجات الحراره، لازم برضو تكون درجات حراره مناسبه ان الفرخ ما يكونش بردان معاكي، يعني رجله مش سقعانه حتى اللي بيبيض. ايوه طبعا. وطبعا بنحط وجبتين اكل، وجبه كده الصبح ووجبه برضو كده ايه اخر النهار بعد العصر. ببدا اقدم لهم الايه الاكل بتاعهم. ولازم العلف حبايبي، لازم شويه العلف دول على الاكل، علشان لو انت عايزه تاخدي انتاج كويس من البيض من الفراخ البلدي. بصوا بقى، دي تربيه ارضي كده، تربيه الفراخ البيضاء ارضي. ودايما بنصحكم اللي لسه ما عملش بطاريه، اعملي بطاريه ممتازه ممتازه، خاصه في فصل الشتاء. لان كمان بتجيلي اسئله مش لاقيه تبن، مش لاقيه نشاره، الكلام ده كله. البطاريه هتغنيكي عن التبن والنشاره والنظافه ووجع الظهر والكلام اللي ملوش اي لازمه ده. وكمان بتاخدي اوزان فوق الروعه وحلوه جدا. اللي متابع معايا في القناه عارف طبعا عندي بطاريه، ودايما بنصح بيها اللي لسه ما جابش بطاريه يجيب بطاريه حبايبي، حلوه جدا جدا كمان في فصل الشتاء. بتظبطي درجات الحراره، مش بتستهلكي كهرباء كتير الكلام ده كله. اللي عنده بطاريه لو انت حطاها في اوضه، اقسمي الاوضه بستاره كده علشان تحتفظي بدرجات الحراره، وشغلي لمبه كده من بره خارجيه. لو الفراخ كبيره يعني كل ما بتكبر ابداي طلعي اللمبه خالص من البطاريه وخليها بره. تمام. هرجع بقى تاني معاكم للناس بقى اللي مربيه تربيه ارضي. لازم نهتم بالفرشه، بدرجات الحراره، الفرشه تكون كويسه عندك. كل المشاكل ده هقول لك دلوقتي. لو بقى في شويه برد كلام من ده لازم يكون عندك الحاجات دي. طيب انا من تجربتي في الفراخ البيضاء لما بيجي برد، وخاصة البرد اللي هو بيكون لون الحمام أخضر، لأن زي ما قلت لكم قبل كده في 3 أنواع من لون الحمام الأخضر ده. في ممكن يكون بسبب السموم الفطرية هي اللي بتبدأ تعمل معاكي ده، أو لا قدر الله فيروس، وده طبعا بيكون معروف يعني. أو تالت حاجة يكون برد شوية، فبتلاقي لون الحمام مخضر شوية عندك، فاعرفي إن هو برد. طيب لو قابلك بقى النوع التالت اللي هو برد أساسي كده معاكي، خلطة البصل والثوم والليمون والكلام ده كله. تمام. تبداي كده تقلبيها كده على الايه، على شويه العلف للفراخ عندك زي ما انت شايفه كده. تبداي تقدمي لهم البصل الثوم الليمون الحاجات دي. طيب في الميه هنعمل ايه؟ بس قبل ما تعملي الخلطات دي كلها انا عايزه اقول لك على حاجه. اول حاجه هتعمليها هتظبطي الفرشه، تاني حاجه هترفعي درجات الحراره. بمعنى ايه؟ لو عندك لمبه واحده بس في المكان 100، لا حطي كمان واحده 100، هيبقوا 200. يبقى انت كده ظبطي درجات الحراره، لان الفرخ لما بيبقى تعبان بيحتاج درجات حراره عاليه، ودي عن تجربه انا بعملها. يعني انا لما كان الفرخ عندي بيبقى تعبان كنت بزود درجات الحراره شويه، مفيش يومين ولا حاجه ببص الاقي الدنيا اتظبطت عندي. دي الاعشاب دي لازم تكون موجوده عندك. اول حاجه معايا النعناع، ده اساسي معاكي في شغلك في تربيه الفراخ البيضاء خاصه في الشتاء. تاني حاجه ورق الجوافه، ده روعه جدا برضو معاكي. حاجه كمان معاكي اليانسون، معاكي ورق الريحان، معاكي اللي هو اللافندر، بس مش مشكله اللافندر ده، ومعاكي كمان زيت النعناع الخام. ولو مش حابه تجيبي زيت نعناع مفيش مشكله برضو، ممكن نجيب موسع شعب. تمام. انا بقولك على بدايل وانت تبداي تشتغلي بيهم. ابداي بقى اغلي الكلام ده كله كده مع بعض، اللي هو النعناع مع ورق الجوافه مع اليانسون مع ورق الريحان مع الكلام ده كله، هيبدا يهدي صدر الفرخه عندك. وابداي كمان هاتي موسع شعب حطيه على الايه، على الخلطه دي، قدمها لهم تكون دافيه شويه بس مش سخنه، دافيه شويه.
وابدأي كده حطي كمان ايه عليهم كده ايه غطا من اللي هو موسع الشعب ده، يبدأوا يشربوا منه. حلو جدا، هيبدأ يظبط معاكي الدنيا. ده لو الحمام عندهم ماسك شوية، يعني الحمام اخضر بس ماسك. طيب لو حمام مثلا اخضر بس زي اسهال، ما تعمليش اي خلطات، هنوقف الكلام ده كله. هنبدأ نشتغل معاهم بايه، هندفي بس المكان الاول، هنظبط المكان، وهنبدأ كده نحط مثلا فص ثوم في الاكل يوم يومين لحد ما الدنيا كده تتظبط معاكي شويه. ابداي بقى قدمي لهم الايه الخلطه اللي احنا بنقول عليها دي، اللي هي النعناع مع ورق الجوافه مع اليانسون، الكلام ده كله. ودايما في شغلك مع الفراخ البيضاء بتشربي شاي، حطي شاي للفراخ البيضاء، حلوه جدا، معلقه النشا على الاكل، الكلام ده كله. طيب لو بقى انت شايفه ان الوضع عندك مش نافع، يبقى احنا هنجنب خالص موضوع الخلطات الطبيعيه دي، مش هتعمل معاهم نتيجه. لا، انت هتحتاجي بقى في الوقت ده علاج بيطري، هتخشي بقى في مضاد حيوي وكلام من ده، موسع شعب برضو وحاجات من دي، عشان تبداي تظبطي الايه الدنيا عندك. بس اهم حاجه الفرشه تكون نظيفه. حاولي ما تشيليش الفرشه من تحت الفراخ عندك. اعملي الطبقه العازله اللي احنا كنا قايلين عليها، اللي هي ايه، اللي هو الجير المطفي. تبداي كده تطبطبي على الارض بالراحه، تحطي طبقه حلوه من الجير المطفي، وتبداي تحطي عليها طبقه تانية. وبرضه هقول لك على حاجه، طول ما انت مظبطه التهويه ودرجات الحراره، الفرشه مش هتعجن معاكي، الفرشه مش هتكون معاكي مبلوله دايما، لا بالعكس، انت كده بتكوني مظبطه كل حاجه عند الفراخ عندك. تمام. اهم حاجه التهويه حبايبي ودرجات الحراره، خدي بالكم بس، انا مأكد عليكم، لان دي من نجاح دوره الفراخ البيضاء معاكي. دوره الشتاء بتكون حلوه جدا، الفرخ بياكل معاكي كتير عن الصيف، ما بيكونش بقى مفرهد وتعبان وكلام من ده بقى، لا، فبيبقى حلو، عايز طول الوقت ياكل علشان يبدأ يدفي جسمه. ففي فصل الشتاء الفرخ الابيض بيستجاب معاكي بسرعه في ايه، ان هو ياكل كتير. عايزه برضو اقول لكم على حاجه نصيحه. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم الرومي عندكم بكام. يعني انا اتفاجئت ان سعر الرومي بره الكيلو ب 150. يعني انت لو جايبه 3 4 روميات مشروع عندك، بصوا عسل. يعني شوفوا انتوا متخيلين مثلا لو الروميايه 7 كيلو هتعدي ال 1000 جنيه، فحلو جدا معاكي، يعني حلو قوي اما تكون مثلا عندك كام مثلا شويه رومي كده ولا حاجه، وعاملاهم كايه كمشروع، بس ما تكتريش، لان طبعا الرومي عشان تجيبيه لازم بقى ان انت مثلا ممكن تنزلي على الفيس على فكره اعلانات حلوه جدا، بيبدا يجي ناس بتشتري من عندك. كلام من ده، ما تبيعيش لمحل ولا اي حاجه. لو حد بقى محتاج مثلا من اهلك من جيرانك الكلام ده، فدايما ان انت تكوني ايه مثلا جايبه 4 روميات ولا حاجه، حلو جدا. بصوا انا بقول لكم الاعشاب دي كده وريتها لكم، ما نستغنوش عنها خالص في فصل الشتاء، اساسي معاكي. طيب لو ما فيش برد، ما فيش مشكله، اعملي مره نعناع، اعملي مره ورق جوافه بالليل، تمام، هيريح صدر الفرخ معاكي. اعملي ينسون، اعملي شاي، اعملي ورق ريحان، ظبطي الدنيا عندك. ده كده كان زيت النعناع ده انا كنت بحبه الصراحه برضو في الصيف، لاني كنت بحب دايما امسح بيه المكان، يعني نقطه كده في ميه وامسح كده حوالين الفراخ. ما بيخليش، بصي، ما بيخليش ريحه عندك في المكان خالص، بيخلي الدنيا عندك زي الفل. حاجه كمان ممكن احط منه نقطه بس على الشاي وانا بقدمه برضو للفراخ البيضه، بيفتح صدر الفرخه عندك، حلو جدا برضو معاكي. فدايما دايما خلي عندك الحاجات دي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو قريب، اشوفكم على خير، مع السلامه.